قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزل وزير الدفاع يواف جالانت من منصبه بعد دعوته إلى وقف خطته للإصلاح القضائي حسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الأحد. وقال البيان إن نتنياهو استدعى جالانت إلى مكتبه وأبلغه أنها فقدت ثقة به بعد أن عمل ضد الحكومة وضد التحالف بينما كان رئيس الوزراء في زيارة سياسية للخارج. وأضاف البيان الوزير جالانت لم ينسق كلمته مع رئيس الوزراء مقدما وبالتالي حارب جهود التوصل إلى حل. في سياق متصل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد إن إقالة جالانت لمجرد أنه حذر من تهديد للأمن القومي مستوى متدن جديد، مضيفا أن نتنياهو قد يكون قادرا على إقالة جالانت ولكن لا يمكنه إقالة الشعب الإسرائيلي الذي يقف في وجه جنون الائتلاف الحاكم. وأوضح لابيد في تغريدة نشرت مساء الأحد أن إقالة وزير الدفاع يواف جالانت لمجرد تحذيره من تهديد لأمن إسرائيل هو تدن جديد لحكومة معادية للصهيونية تمس بالأمن القومي وتتجاهل تحذير جميع المسؤولين الأمنيين. واعتبر لابيد أن رئيس وزراء إسرائيل يشكل خطرا على أمن دولة إسرائيل. ويوم السبت دعا وزير الدفاع الإسرائيلي إلى وقف خطة الحكومة لإصلاح النظام القضائي في البلاد مع تعليق المظاهرات المناهضة لها. وأرجع جالانت دعوته وقف الخطة من أجل أمن إسرائيل ومن أجل أبنائها وبناتها. نحتاج إلى وقف العملية التشريعية في هذا الوقت. وتابع جالانت في بيان له: نحن بحاجة إلى وقف المظاهرات والاحتجاجات والتواصل من أجل الحوار. وجالانت العضو في حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ولا وزير في الحكومة يعلن موقفه العلني تجاه خطة نتنياهو. في السياق أغلق آلاف الإسرائيليين الأحد شوارع رئيسية في مدينة تل أبيب احتجاجا على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة وزير الجيش في حكومته يواف جالانت. وذكرت صحيفة يدعوت أحرنوت عبر موقعها الإلكتروني أن آلاف المتظاهرين ضد قانون الإصلاحات القضائية في تل أبيب أغلقوا مفترق أيالون الرئيسية في المدينة احتجاجا على إقالة جالانت. وهتف المتظاهرون بذلك بيبي كنية نتنياهو بفعل ما يشاء ونحن كذلك، فيما يستمر تدفق آلاف آخرين إلى المنطقة للمشاركة بالاحتجاج بحسب الصحيفة. واخترق متظاهرون حواجز شرطة الاحتلال واتجهوا نحو منزل نتنياهو في القدس عقب قرار إقالة وزير الجيش، فيما تحاول الشرطة تفريق المتظاهرين أمام منزل نتنياهو وتستعد لعمل مماثل في شارع أيالوت ومناطق أخرى. وذكرت يدعوت أحرنوت أن هناك فوضى عارمة قرب منزل نتنياهو في القدس، مشيرة إلى أن الأوضاع لما يبدو عن السيطرة. في غضون ذلك قرر رؤساء الجامعات في إسرائيل إيقاف الدراسة في الجامعات خاصة بدءا من صباح الغد بسبب استمرار العملية التشريعية والتي تقوض أسس الديمقراطية وتعرض استمرارها للخطر. وفي سياق متصل قرر مدير عام وزارة الجيش اللواء إيال زمير الذي يقوم بزيارة عمل إلى واشنطن لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الأمريكيين قطع زيارته والعودة إلى إسرائيل بعد إقالة جالانت. ووفق القناة 12 العبرية قرر رؤساء سلطات محلية الاعتصام أمام مكتب نتنياهو والشروع بإضراب مفتوح عن الطعام للجوع عن قانون الإصلاح القضائي. وأعلن القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك بالولايات المتحدة أنه قدم استقالته مساء اليوم الأحد في أعقاب إقالة رئيس الحكومة الإسرائيلي لنتنياهو لوزير الجيش الإسرائيلي يواف جالانت. وفي وقت سابق الأحد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي إقالة وزير الدفاع يواف جالانت. وجاءت الإقالة على خلفية مطالبة جالانت لحكومة نتنياهو بوقف قانون الإصلاحات القضائية المثير للجدل وفق إعلام محلي. ومنذ قرابة 12 أسبوعا يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا ضد خطة الإصلاح القضائي التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها. وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا على سلطة قضائية وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاء. هذا وتوالت ردود الأفعال الإسرائيلية عقب إقالة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوزير جيشه يواف جالانت. وفي أول تعليق لوزير الجيش المقال من منصبه يواف جالانت على القرار صرح قائلا: كان وسيبقى أمن إسرائيل أهم شيء بالنسبة لي. وانتقد زعيم المعارضة يائير لابيد قرار نتنياهو معتبرا أنه مستوى منخفض جديد بالنسبة للحكومة المعادية للصهيونية والتي تضر بالأمن القومي وتتجاهل تحذير جميع المسؤولين الأمنيين.
ومضيفا أنه بإمكان نتنياهو إقالة جالانت، لكنه لا يستطيع إطلاق النار على الواقع، ولا يمكن إطلاق النار على شعب إسرائيل الذي يقف في وجه جنون الائتلاف. وتابع رئيس حكومة إسرائيل يشكل خطرا على أمن دولة إسرائيل. وبينما علق زعيم المعسكر الرسمي ووزير الجيش الإسرائيلي سابقا بيني جانتس على إقالة جالانت قائلا: نحن نواجه خطرا واضحا وفوريا وملموسا على أمن إسرائيل، خطر شديد الليلة وضع نتنياهو السياسة ونفسه فوق الأمن. أنا أؤيد جالانت الذي يضع أمن البلاد فوق كل المصالح. كما علق عضو الكنيست جدعون ساعر إلى قرار نتنياهو معتبرا أنه عمل جنوني، وأن نتنياهو مصمم على دفع إسرائيل نحو الهاوية، وكل يوم يبقى فيه في رئاسة حكومة إسرائيل فإنه يعرضها ومستقبلها للخطر، حسب قوله زعيم حزب إسرائيل بيتنا ووزير المالية السابق أفغيدور لاربيمان. صرح قائلا: اختار نتنياهو طريق كل الطغاة، إن إقالة جالانت يجب أن يكون إنذارا حقيقيا لجميع أعضاء الائتلاف. لن نتفاجأ إذا كانت الخطوة التالية لنتنياهو هي إقالة رئيس الأركان هرتزي الهاليفي. بينما قالت زعيمة حزب العمل ميراف ميخائيلي: الآن أكثر من أي وقت مضى نتنياهو يشكل خطرا شديدا على إسرائيل. وبدور ذكر الصحف الإسرائيلية في إسحاقونوف أن رئيس الحكومة نتنياهو يضحي بأمن إسرائيل من أجل إدامة حكمه. بهذا الحد وصلنا. من جهته قال الكاتب والمحلل يوسي ميلمان: أصيب نتنياهو بالجنون. كان أولمرت وكثيرون آخرون محقين في تشخيصهم له بأنه مجنون. في المقابل رحب إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي بقرار نتنياهو وهناه عليه، وقال: يجب إنقاذ الإصلاحات وإنفاذها القضائية الآن. كل من يستسلم لرافض تادية الخدمة العسكرية يجب إقالته فورا كائنا من كان. وذكرت القناة 12 العبرية أن هناك دعوات للخروج بمظاهرة الساعة 10 في شارع كابلان في تل أبيب بعد إقالة نتنياهو لجالانت. وذكرت القناة 12 العبرية أن هناك دعوات للخروج بمظاهرات. وفيما نقلت القناة عن منظمو الاحتجاجات من خلال ضد الإصلاح القضائي قولهم: نتنياهو يتصرف بديكتاتور كامل بإقالة وزير الجيش، هذا الشخص خطير على الأمن والاقتصاد وإسرائيل بأكملها. نتنياهو يدمر أمن إسرائيل والجيش الإسرائيلي. وفي سياق متصل ذكر مراسل الشؤون الدبلوماسية في موقع ولالا باراك رافيد أنه أبلغ قادته بعدم الامتثال للخدمة في قوات الاحتياط. وقال رافيد: أبلغت قادتي الآن أنه في ضوء ما جرى الليلة لا نمتثل بعد الآن للخدمة في قوات الاحتياط.